الله. ناخذ اتصال من الأخ علي من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. صباح الشيخ، لي مداخلة لها 3 محاور. نعم. المحور الأول، أنتم تقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم على يد عائشة رضي الله عنها، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى أنه يعصمه من الناس والله يعصمكم من الناس. الشيء الثاني، أنتم تقولون تدعون أن أبو بكر في النار وعمر في النار وعثمان في النار. أبو بكر الذي نزل فيه القرآن ويقول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا. المحور الثالث، السيدة عائشة في حادث الإفك وقد برأ الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، كيف تتهموها في شرفها؟ هناك سيدتان اتهمتا في شرفهما وبرأهم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. السيدة خلفت أنجبت دون أن تتزوج وهي السيدة مريم، وسيدة تزوجت ولم تنجب وهي السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. الشيء الثالث، من نحن كي نحكم على هؤلاء أنهم في النار أو هؤلاء أنهم في النار؟ هؤلاء قوم لولاهم ما وصلت الرسالة إلينا اليوم. هؤلاء القوم الذين عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ وقد قال فيه الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى، كيف لمن علمه شديد القوى أن يخطئ؟ هذا الرجل صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في علمه فقال علمه شديد القوى، وذكاه في صدق قوله وقال له فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وذكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. كيف لهذا الرجل أن يخطئ؟ أنا لا أدري. نحن لا نقول أنه يخطئ، حاشاه صلى الله عليه وآله. أنتم إذا تشككون في صحة القرآن. لا، نحن لا نقول. لا، ولكن نحن لا نقول أنه يخطئ، بل مع الأسف أهل البدعة يقولون النبي أخطأ أكثر من مرة كعبوسه في وجه. طيب أحسنت، ولذلك أنا أطلب منك أن تواجه بهذا الكلام. الأخ الكريم فقط هذه النقطة أنا أتوجه، يعني أتمنى منك أنه تواجه أيضا بهذا الكلام، وهذه شجاعة منك مطلوبة أن تقول أن النبي صلى الله عليه وآله لا يخطئ. أريد منك أن تواجه بهذا الكلام مشايخك الذين ينسبون إلى النبي أخطاء يشيب منها الولدان. يقولون مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله أخطأ بأخذ الفداء من أسرى بدر، وعمر صحح له ذلك ثم نزل القرآن في موافقة رأي عمر مثلا، يعني على سبيل المثال، وأنه أخطأ. أو سؤال أنه أخطأ، هل أنت تقول أن العبوس الذي حينما أنتم تقولون أن النبي عبس في وجه ذلك الأعمى، هل هو خطأ من النبي أم لا؟ هو تجاهله، لم يعبس في وجهه وتجاهله. القرآن يقول عبس وتولى، القرآن يقول عبس. هذا العبوس كان خطأ أم لا؟ عتاب على ماذا؟ على عمل أخطأ فيه النبي أم لا؟ هو عتاب على عمل أخطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بطل قولك الأول. لا، اسمح لي، بطل قولك الأول. قلت إن النبي لا يخطئ، وهنا تقول إنه أخطأ والله عاتبه، فكيف تقول أن النبي لا يخطئ؟ فانظر يا أخي الكريم، إما أن تأخذ بالمنهج والعقيدة الرافضية الشيعية الإسلامية التي تقول إن النبي معصوم عصمة مطلقة ولا يخطئ أبدا، وأن هذه الآية مثلا عبس وتولى لم تنزل في رسول الله صلى الله عليه وآله كما نقول نحن تبعا لأئمتنا، وإما أن تقول لا، بناء على معتقدات الفرقة البكرية الرسول يخطئ. أما أن تقول الرسول لا يخطئ وتبقى على العقيدة البكرية فهذا تناقض. هم البكرية والرافضية كلهم فرق ضالة. الرسول صلى أنت من وين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هو لم يقل الشيعة هم الذين قتلوا علي والآن ينصرونه. بس علي، الشيعة ما قتلوا علي، اللي قتله خارجي اسمه عبد الرحمن بن ملجم. علي أنت من وين؟ أنا من إيطاليا. لا بس ما هو مذهبك؟ تقول البكرية على ضلال. أنا ليس لي مذهب، مذهبي كتاب الله وسنته. الحمد لله. والله يا أخي أنا يعني قرأت القرآن وأقرأ في بعض الكتب، ولكن لم أتأثر بأحد، لم أتأثر إلا بالشيء الذي أطلع فيه شخصيا. الحمد لله. جيد. هذا ولذلك أتنبأ إن شاء الله بهدايتك أن تبقى هكذا. تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. نعم.
كتاب الله وعترة أهل بيتي. بس الآية الحديث لا قال لا الحديث يقول عترة أهل بيتي. الحديث أنا عليها بالآية اللي نزلت في القرآن. ماكو بالقرآن وكتاب الله وسنة أهل بيتي. هذه ليست آية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ليست آية تلك كتاب الله وسنتي. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي وعزة آل البيت. نحن نحترم آل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل الأنساب توضع يوم القيامة إلا نسبي. نعم. فطوبى لمن كان ينتسب للرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نهاجمهم. لماذا السنة لا يهاجمون علي وآل البيت والشيعة يهاجمون الصحابة؟ من نحن كي نتطاول على رجل مثل مثل أبو بكر الصديق الذي أنفق كل ماله في الجهاد في سبيل الله؟ كيف لا ندور على عمر بن الخطاب على عثمان الرجل الذي احتكر منه الملائكة؟ سجل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصل علي من إيطاليا. بالبداية قال أن الرسول صلى الله عليه وآله أنتم تقولون أنه سمى على يد عائشة، والآية تقول الله يعصمك من الناس. فإذا فليرد بهذا الكلام على إمامه يعني عبد الله بن مسعود مثلا. يعني عبد الله بن مسعود من يأتم به. عبد الله بن مسعود كما في مصادرهم هم في مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول الصفحة 408، والمعجم الكبير للطبراني الجزء العاشر الصفحة 109، ومصنف الصنعاني الجزء الخامس الصفحة 268، يروي جميع هؤلاء عن عبد الله بن مسعود قال: لأن أحلف 9 أن رسول الله صلى الله عليه وآله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف 1 أنه لم يقتل، وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا. كفر الصحابي على تعبيرك عبد الله بن مسعود، لأنه كفر بقوله تعالى والله يعصمك من الناس، إذ يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أنه قتل قتلا، ويقول مستعد أحلف على ذلك 9 مرات. نعم. لا يا أخي، النبي قتل قتلا. والله يعصمك من الناس ليس المراد به عصمة النبي صلى الله عليه وآله من القتل، وإنما العصمة من أن يبلغ أمر الله عز وجل في تولية علي عليه السلام من بعده. هذا الأمر يعصمه الله عز وجل فيه من الناس، ويعصمه في إبلاغ الرسالة بشكل عام. أما بعدما ينتهي من ذلك ويكمل الله عز وجل الدين، فإنه النبي صلى الله عليه وآله يمضي على ما مضى عليه الأنبياء من الشهادة في سبيل الله. أنتم تدعون أنهم بالنار أبو بكر، والآية تقول ثاني 2 إذ هما بالغار. أكمل الآية فتعرف أن أبا بكر في النار. ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وآله، وأيده بجنود لم تروها. فإذا النبي هو المستحق لإنزال السكينة. أبو بكر حرم من السكينة، كان ينبغي أن يقول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليهما، وقال عليه فقط النبي صلى الله عليه وآله. وحرمان أبي بكر عن السكينة كاشف عن عدم إيمانه، لأن الله عز وجل يقول في آية أخرى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فلو كان أبو بكر مؤمنا لكان يجب أن يشمل بالسكينة، فطرده من السكينة كاشف عن عدم إيمانه، وكونه غير مؤمن إذن هو في النار وبئس المصير. الأمر واضح. عائشة الله أبرأها وأنتم تتهمونها. النساء اللاتي برأهن الله بالقرآن هن عائشة ومريم سلام الله عليها. أما مريم صلوات الله عليها ففي القرآن نص على تبرئتها باسمها، الأمر واضح. ولكن أين النص عندك باسم عائشة في القرآن؟ أصلا كلمة عائشة واردة في القرآن؟ من قال لك أنه هذه آيات الإفك في سورة النور هذه نزلت في عائشة؟ من قال لك؟ هذه رواية نفس عائشة. اقرأ كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، تعلم أن تفسير هذه الآيات في أنها نزلت في تبرئة عائشة من الفاحشة إنما هي عن نفس عائشة. شنو إحنا إلى هذه الدرجة مطايا وحمير أجلكم الله، اللي نصدق كلام عائشة؟ يعني هي لوحدها تروي أنه أنا التي برئت وأنا المقصودة في هذه الآيات في القرآن الحكيم. لا، أنا ما مستعد أخذ بكلام عائشة التي هي تعترف أنها كانت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحاح،
حديث المغافير، حديث أسماء بنت النعمان، حديث كثيرة كانت تكذب على النبي صلى الله عليه وآله، فأنا أصدق بعد بشيء ترويه وتزعم أنه فضيلة لنفسها، سيما مع ما فيه من الاضطراب والأكاذيب؟ لا، أنا علي أئمتي عليهم السلام ماذا يقولون؟ أئمة الإسلام الخلفاء الشرعيون من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء قالوا بأن هذه الآيات نزلت في تبرئة ماريا القبطية عليه السلام لما رماها أهل الإفك وقالوا إن ابن النبي إبراهيم عليه السلام ليس ابنه والعياذ بالله، ولم تنزل في عائشة، فثبت العرش أولا ثم انقش. من أنتم حتى تحكمون هل هم بالنار أم هم الجنة؟ نحن أخذنا الدين عنهم. نحن لم نحكم عليهم، إنما نقلنا حكم الله ورسوله والأئمة الطاهرين عليهم السلام عليهم. نحن ننقل هذا حكم القرآن. نحن هكذا نقول: الله حكم على من يخالف نبيه صلى الله عليه وآله بأنه في النار، وثبت لدينا أن عائشة خالفت النبي وخالفت الله. الله عز وجل قال: وقرن في بيوتكن، هي خرجت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هي خرجت من بيتها وشكلت ميليشيا عسكرية إلى البصرة وتبرجت أيضا تبرج الجاهلية الأولى كما ثبت في مصادركم، كانت تلبس نفنوف أحمر وفستان وردي ويخالطها الرجال. شو نقول بعائشة؟ زين، كانت هكذا تصنع. فإذا خرجت وتبرجت تبرج الجاهلية الأولى، فإذا خالفت أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وما دامت خالفت فهي في النار. الأمر واضح. شيخنا فيما يعني ما راح نقدر نجاوب على كل الأسئلة. جاوبنا على كل أسئلة هذا الأخ؟ الأخ هذا أوكي. بعدين آخر مداخلة كانت عن علمه شديد القوى أنه لا يخطئ، فرديت عليه بنفس ردت عليه في نفس النقطة، أنه المشكلة هي هذه. الأخ مشوش أيضا ومتناقض، يقول النبي لا يخطئ وبعدين يعترف بأنه النبي أخطأ في عبس وتولى. نحن نقول عبس وتولى ما نزلت في النبي، نزلت في عثمان لعنه الله، هو الذي أخطأ، هو الذي ارتكب هذه المعصية، حاشا النبي صلى الله عليه وآله. فأنت يا أخي اثبت لك على مكان، إما أن تكون رافضيا فتقول النبي لا يخطئ، هذا القول الرافضة، وهذه عقيدة الرافضة أن النبي صلى الله عليه وآله حاشاه معصوم عصمة مطلقة، وإما أن تكون بدعيا، تكون بكريا، تكون عائشيا، سميه ما شئت، لأنه هو يقول كتاب الله وسنة نبيه. المشكلة إذا تأخذ من هؤلاء، يعني تأخذ من أبي بكر عمر عائشة أبي هريرة ومن أشبه، يقولون لك النبي كان يخطئ، فأنت شعلك بيهم. أنت روح على أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين يقولون النبي ما كان يخطئ، معصوم.